بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سيرة من نور. هذه الحلقة سنخصصها في التهنئة المباركة للشعب السوري الذي نصره الله عز وجل على الظالم بشار الأسد، وحصل بهذا النصر الكبير الفرج الكبير والفضل العظيم للشعب السوري. هذا يوم تاريخي تحدث الناس عنه أكثر من أسبوع، ولا يزال الناس يتحدثون أيضا ويكتشفون كذلك أمورا عظيمة قام بها هذا الظالم بشار الأسد وعائلته، وكيف كانوا حقيقة قصاة. فأحب أن أهنئ أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الشعب الإريتري على هذا النصر العظيم. طبعا إخواني من الشعب الإريتري من يتفق معي في الرؤية، أما من لا يتفق فلا أجبره على هذه التهنئة، وإن كان المسلم يفرح لفرح المسلم، والعاقل الإريتري العاقل يفرح للعدالة ويكره الظلم. أنا أعني هؤلاء، أعني المسلم الذي يتفق معي في أن بشار الأسد كان ظالما مجرما وأهلكه الله عز وجل وسحب منه السلطة. وكذلك أعني الإريتري العادل الذي يكره الظلم ويدعو إلى العدالة. هؤلاء يتفقون معي أن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل أخرج هذا الظالم من هذه البقعة الطيبة المباركة. في هذه التهنئة أحب أن نتكلم على عدة أمور. الأمر الأول شدة الظلم. الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على عباده. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأكثر من 100 آية تتحدث عن الظلم والظالمين، وتتحدث عن عاقبة الظالمين، وتتحدث عن عقوبة الظالمين، وتتحدث عن مصير الظالمين، وعن تاريخ الظالمين. هذا القرآن الكريم تحدث عن هذه الفئة المجرمة وكيف أن الله انتقم منها. من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أولا عليم بالظالمين، عليم بالظالمين وردت عدة مرات. فالظالم مهما كان قويا ومهما كان شديدا وغليظا ومهما ظن أنه يملك الأرض وأن جنوده أقوياء وأن لديه عتاد قوي، فهو في محيط علم الله عز وجل. ولذلك تكررت هذه الآية: والله عليم بالظالمين. كما أن قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، دليل قوي أن الله يتابع أعمال الظالمين. لكن السؤال هنا: لماذا رب العالمين يتركهم يفعلون الظلم في المسلمين؟ الجواب على هذا: قد تكون هذه عقوبة يسلط الله عز وجل الظالمين إذا كثر الفساد حتى يعود المسلمون إلى دينهم ويراجعوا أنفسهم. كما في الأثر
إذا منعوا الزكاة وانتشر فيهم الفحشاء والمنكر، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم، ومن ضمن التسليط جور السلطان، نص جور السلطان، فيقوم السلطان بالظلم ويتسلط عليهم بأخذ أموالهم وسفك دمائهم ويسومهم سوء العذاب، لأن في الحقيقة لا يسلط الله تعالى الظالمين على المؤمنين. فهذا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. هذه النصيحة الأولى. والأمر الآخر، حتى يزداد الظالم جرما وظلما فيستحق العقوبة الصارمة من الله عز وجل، فيملي الله عز وجل له حتى يزدادوا إثما، وأملي لهم إن كيدي متين. فهو لا يخفى على علم الله عز وجل أبدا، وليس هو خارج عن سيطرة الله، لكن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: لا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة. لا يريد الله لأمثال هؤلاء الظالمين حظا في الآخرة، فينغمسون في الظلم والإجرام وهتك الأعراض وسفك الدماء حتى يستحقوا أو يستحقون العقوبة من الله عز وجل، فيتحقق قوله تعالى فيهم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن هذان سببان في تسليط العدو على المسلمين، وفي تجبر الظالم حتى يستحق العقوبة من الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى ليس غافل عما يعمل الظالمون في كل دولة وفي كل مكان. الظالم الحاكم لا يخفى على الله عز وجل، ويعرف الله سبحانه وتعالى خباياه، ويعرف الله عز وجل ما يقوم به، لا يستطيع أن يختبئ على من يعلم السر وأخفى. فهي نصيحة أيضا للحكام والرؤساء أن يتقوا الله عز وجل في محكومهم، فإن الله مطلع عليهم قبل أن تحل بهم العقوبة. إذن الله سبحانه وتعالى عليم بالظالمين، وكذلك هو سبحانه وتعالى ليس بغافل، وإنما يمهل ولا يهمل. الأمر الثاني أن الملك بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، كما قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه قضية بلا شك أنها مقررة لدى المؤمنين والمسلمين، لكن يحصل على بعض المسلمين غفلة، فيظن أنه مالك وأن ملكه دائم، وأن الله عز وجل ليس بقادر على أن يزيل ملكه هذا، فيحرص على ملكه بكل ما يؤتى من وسائل، بغض النظر هل هي في مرضاة الله أو في سخط الله عز وجل، حتى يتحقق قضاء الله عز وجل فيه فيسلب منه الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فالذي يؤتي الملك هو أصلا الله سبحانه وتعالى، والذي يمكن هو الله سبحانه وتعالى، وليست الدول ولا القوى العظمى ولا العسكر. رأينا من آيات الله العجيبة في هروب الجيش السوري من هذه المعركة وانسحابه بشكل غريب وعجيب، وهذا يؤكد لك أن الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب على الكافرين
وعلى الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. والآية: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فمن جند الله عز وجل إلقاء الرعب والخوف. وإذا خاف رجل الأمن فإنه يبحث عن الفرار. إذن إخواني وأخواتي، هذا الأمر الذي حدث هو محض إرادة الله عز وجل، وهو محض فضل الله. وقد سمعنا لسماحة المفتي الشيخ أسامة الرفاعي وهو في كلمته الطيبة المباركة، طال الله في عمره ونفع بعلمه، وأنا أحييه من هذه القناة وأبارك له أيضا. استمعنا إلى كلمته في التواصل الاجتماعي وهو يعيد الفضل والأمر إلى الله عز وجل. حتى قادة المعارضة النجباء يعيدون هذا الفضل والخير إلى الله عز وجل. ومع الأسف لا تجد في القنوات الكبرى العالمية من يعيد هذا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وكثير منهم يذكر أن الأسباب هي تعاون الدولة الفلانية وانسحاب الدولة العلانية، والاستخبارات كان لها دور كبير. نعم، هذه أسباب سببها الله عز وجل، لكن لماذا يغب أو يغيب ربنا عز وجل في هذه القنوات؟ أليس هو الذي لا يمكن أن يكون في ملكه إلا بإذنه؟ هل يمكن أن يحصل هذا النصر وهذا التحرر للشعب السوري بغير إذن الله عز وجل؟ لا يمكن هذا أبدا. ولذلك كان من المفترض حتى على المحللين أن يذكروا أن الله عز وجل كانت له أيادي خفية في ذلك، ولولا فضله سبحانه وتعالى لما حصل هذا الأمر. كما أن أيضا تسليط هذا العدو 63 سنة كان أيضا بإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فلا يمكن أن يكون في أرض الله وفي ملكه بغير إذنه سبحانه. وهذا يجعل المؤمنون يراجعون أنفسهم ويراجعون أعمالهم ومدى علاقتهم مع ربهم، حتى ينظروا لماذا ابتلاهم الله عز وجل بمثل هؤلاء الظلمة. لأن في الحقيقة كما قال الصحابة رضوان الله عليهم والله يحكي عنهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا كان الصحابة قد حسوا بالأذى وحسوا بالقرح في معركة أحد وقالوا أن هذا، كيف يحصل هذا ونحن مسلمين ونحن مؤمنين ونحن أتقياء، كيف يحصل هذا؟ الله عز وجل رد عليهم فقال: قل هو من عند أنفسكم. إذن أنا أشيد بالمعارضة وقادتها وهم يقولون ما حصل لنا من النصر والتوفيق هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة أو الرابعة، أشيد أيضا بجمع الكلمة ووحدة الصف التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها أنعم الله بها على المعارضة. هذه القضية بالذات إخواني لا يملكها أحد، لا الدول العظمى ولا الأمم المتحدة ولا الدول المجاورة ولا الدول الغنية، لا تملك هذا الأمر أبدا. الوحيد الذي يملك هذا من تأليف القلوب وجمع الكلمة ووحدة الصف هو الله عز وجل. هو القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا كان هذا الأمر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله وعونه، فهل غيره يستحق أن يكون لديهم جمع الكلمة؟ كلا والله. فما حصل في غرفة العمليات من وحدة الصف وجمع الكلمة
تحقيق الأهداف جميعا يصبون إلى إسقاط النظام ويذهبون إلى قانون يعني يكفل لهم العدالة ووحدة الصف والعيش بأمن وسلام مع كل الأطياف، هذا حقيقة محض فضل الله سبحانه وتعالى. قبول القلوب لهذه الوحدة هو محض فضل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا حصل للصحابة وحصل أيضا للمعارضة، كانوا عدة فصائل يقتلون بعضهم بعضا ويعادون بعضهم بعضا. من الذي ألف بين قلوبكم؟ من الذي جمع كلمتكم؟ من الذي أجلسكم في الحوار ولين قلوب بعضكم بعضا؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله. فلا تنسوه من الشكر والذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. واليوم قذف الله الرعب في جيش الأسد وهرب هو والفرقة الرابعة والفرقة 25 ولم يبق لهم أثر في سوريا. إذن هذه النقطة تأليف القلوب مهمة جدا. الرسالة الرابعة إخواني، كذلك من توفيق الله لكم وما حصل به من هذا النصر كان بسبب أيضا جمع الكلمة، بسبب أيضا جمع الكلمة تحدثنا عنها في النقطة الثالثة، وعدم الفرقة والخلاف والشتات. لأن الله تعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عدم الخلاف وعدم الفرقة دليل على النصر والتأييد، وهذا وإن كان تأليف القلوب ملك لله، إلا أن وصول العقل إلى هذه الدرجة دليل على النجاح والفلاح. الخلاف يا إخواني شر، النزاع شر، نتيجته ذهاب القوة والفشل. وأطيعوا الله ورسوله في كل الأوامر، الآية تنص وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. ولا تنازعوا يعني في أثناء إدارة العمليات يحصل آراء مختلفة، ينهانا الله عز وجل عن النزاع. ممكن صاحب الحق أن يتنازل عن رأيه لصاحب الباطل من أجل كلمة الحق أو من أجل الوصول لوحدة الصف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التأمل في هذه الآية يا إخواني من باب التذكير، لست أعلم منكم، نتأمل في عطف الله عز وجل الفشل على النزاع بحرف الفاء التي تدل على التعقيب المباشر مباشرة وحصول الأمر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فحذاري أيها المعارضة وأصحاب العمليات غرفة العمليات، وأخص بالذكر القادة العظماء على رأسهم الأستاذ أحمد الشرع الذي كان يلقب بأبي محمد الجولاني. ننصحهم من هذا المنبر المتواضع أن يحذروا أشد الحذر من الخلاف والفرقة، انتبهوا. ولما كان يا إخواني التنازل عن الرأي للرأي الآخر صعب على النفس، أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر والاحتساب ما دمنا نحافظ على وحدة الصف
وجمع الكلمة، وأن أن نكون جميعا على الحق. الحق قد يتعدد آراؤه. لما كان الصبر على الحق والتنازل عن الرأي للطرف الآخر مؤلم للقلب ويسبب حقيقة مشاكل، أمرنا الله عز وجل بالصبر. ففي نهاية الآية ختمها بقوله سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فثق تماما أيها القائد الذي أنت تتنازل عن رأيك وتحاول أنك تتقبل رأي أخيك في غرفة العمليات، صدقني أن العاقبة لك، لأن الله تعالى قال: واصبروا وأنت صبرت، ثم قال: إن الله مع الصابرين. فالآية هذه عظيمة جدا، هي حقيقة تنفع كل القادة على مستوى الدول وعلى مستوى الشركات وعلى مستوى المنظمات وعلى مستوى الأسر، حتى الأسرة نفسها. وأطيعوا الله ورسوله، لأن في الآية الكريمة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا التوجيه الرباني للصحابة الكرام، وليس خاصا بهم بل هو بهذه الأمة. نحن ما أوتينا إلا بسبب خلافاتنا وبسبب ضعف تمسكنا بديننا. فالآية تقول: وأطيعوا الله ورسوله، ثم تنهانا عن النزاع لأنه يسبب فشل وتذهب ريحكم أي قوتكم. الآية هذه حقيقة عظيمة يجب أن تكتب في مكتب كل قائد، على رأس مكتب كل قائد: وأطيعوا الله ورسوله. فإذا حصلت الطاعة لا يمكن يحصل الفشل ولا يمكن يحصل الخلاف. ضعف الأمة يأتي بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يحصل الضعف ويحصل الفشل مع الأسف. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اصبروا، فليصبر القائد على القيادة، وليصبر المقود على القائد، ولنتعاون على البر والتقوى. بهذا سننتصر يا إخواني، لكن الخلاف والنزاع شر. كذلك لا يخفى على شريف علمكم، وإنما أنا أخرج ما في قلبي من السعادة والأنس بهذا النصر العظيم، ونسأل الله أن ييسر لنا زيارة إلى أرض الشام فنقف على هذه الأرض المباركة التي دعا لها نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك النقطة الخامسة، نؤكد وتؤكد الآيات أن التمكين وأن إعطاء السلطة وخلافة الأرض وحصول النصر حصرا ملك لله عز وجل، حصرا ملك. الذي يعطيك النصر هو الله، لا يعطيك أحدا غيره أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفي آية أخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالعزيز الحكيم صفتان عظيمتان لله عز وجل تعطي النصر. فالنصر محصور، لا يمكن أن يكون إلا بيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكما تلاحظ: ولا يمكنن لهم دينهم ولا يمكنن لهم دين. فإذا الذي يمكن هو الله، والذي يعطي النصر هو الله. فإذا كان الله هو الذي يعطي، إذن لابد أننا نجتهد في طاعة هذا الإله العظيم
ونحذر أشد الحذر من عصيانه. ولذلك تأمل في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بعدها قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شوفوا، قال وخافوني، يعني الذي يستحق الخوف فعلا هو الله، لأن الله هو الذي يسلط العدو، الله عز وجل هو الذي ينزل العقوبة، هو الذي يزلزل الأرض، هو الذي يعني بيده أرواح الجميع، هو الذي بيده أرواح الجميع، هو الذي بيده الشفاء والمرض، هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. لذلك هو أحق أن يخشى منه وأن يخاف منه سبحانه وتعالى. ولذلك من عرف الله خافه. كان النبي عليه السلام يعني وجهه يحمر إذا رأى عارض، فيخرج ويدخل قلقا صلى الله عليه وسلم خائفا حتى لا تكون هذه عقوبة تستأصل قريش والعرب ومن معهم. إذن إخواني، الأمر الخامس الذي تحدثنا عنه هو أو السادس الذي يمكن ويعطي النصر هو الله، فلنسأل الله عز وجل النصر منهم. والعجيب يعني كنا في مجلس مع بعض مشايخنا يتحدثون أن التسبيح باسمي الله عز وجل العزيز الحكيم يمنحك النصر ويمنحك إلى أسباب النصر. فأوصي إخواني في غزة وفلسطين الإكثار من التسبيح بهذين الاسمين العظيمين، ولم يذكرهما الله عز وجل هباء منثورا، بل ذكرهما من أجل أن نسبح بهما، وهو القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أوصي إخواني، النصر قريب بإذن الله، لكن أوصي جميع المجاهدين في غزة وفلسطين أن يكثروا التسبيح بسبحان العزيز الحكيم، سبحان العزيز الحكيم، سبحان العزيز الحكيم، فسوف ينصرهم الله عز وجل ويهيئ لهم أسباب النصر عاجلا. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، عزيز حكيم. الوصية السابعة أو النقطة السابعة التي أوصي بها إخواني في سوريا وفي كل مكان من المسلمين الحذر من الخروج عن طاعة الله حتى ننال الثبات. أنت تحصل على النصر، هذه نعمة، لكن تبقى على النصر دائما، هذه نعمة أكبر منها. فكيف نحافظ؟ قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هناك كنا نقول: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وبالفعل هذا نصر الله عز وجل فر، يعني قوة لا يستهان بها في سوريا، تملك العتاد وتملك يعني كل وسائل الحرب، ومع ذلك فروا وخرجوا. نعود إلى قضيتنا، وهي قضية الثبات على هذا النصر. كيف يكون بالامتثال لطاعة الله. إن تنصروا الله يعني في أنفسكم، في أهاليكم، وتستقيموا على طاعة الله وتحذروا من هذا الموضوع. قليل ما يذكر في وسائل التواصل الاجتماعي يا إخوان ويا أخواتي، قليل. الطاعة هي التي تأتي لك بالقوة، الطاعة هي التي تأتي لك. حتى قضية الاستغفار يا إخوان، مجرد الاستغفار قال بعض أهل العلم أنه يقوي جسدك، تكون يعني أنت صحيح البدن. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. في آية أخرى قال: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار وذكر الله سبحانه والاستقامة على طاعته هي أساس
القوة، أساس القوة بلا شك. فتوفق أنت أصلا حينما تكون طائع لله، يوفقك الله للقوة الإيمانية وللقوة المالية وللقوة البدنية. لذلك إن تنصروا الله يعني في أنفسكم، إن تنصروا الله يعني في بلادكم، إن تنصروا الله في أحيائكم، إن تنصروا الله في جميع مواقعكم وفي جميع حياتكم، إن تنصروا الله ينصركم، لا ويثبت أقدامكم أيضا. ليس هذا فحسب، الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا إخواني حتى نتمتع بهذا النصر الذي حل بسوريا، يعني نرجوكم وندعوكم إلى الطاعة والاستقامة والتسابق. والشعب السوري شعب طيب مبارك مطيع لله عز وجل ومصلي وقائم، لكن أنا أذكر الغافل وأذكر أيضا الطائع حتى يتمسك بالطاعة ويثبت على ذلك. وهذه هي ذكرى، كلنا نقع في ذنوبنا، في الذنوب والمعاصي، وكل ابن آدم خطاء، لكن لا بد أن نذكر بعضنا بعضا أن شؤم المعصية مصيبة تسلط عليك العدو وتسلط عليك الزلازل وتسلط عليك العقوبة من الله عز وجل. إذن هذه 7 نصائح أحببت أن أقدمها في طبق من ذهب لإخواني الشعب السوري الأبي المؤمن الصادق المبارك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حقهم علي أن أدعو الله عز وجل لهم بالخير في هذه الساعات، لعل الله عز وجل أن يجيب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حق الحمد، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد بما أهلكت الظالمين، لك الحمد بما حررت السجناء، لك الحمد بما نصرت إخواننا، لك الحمد بما بيضت وجهنا، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حتى ترضى، لك الحمد حمدا بعد الحمد حمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي دعيت به، إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا الله أن تمن على إخواننا في غزة وفلسطين بالنصر المبين كما مننت به على إخواننا في سوريا. ونسألك أيضا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله، نسألك بأنك أنت الله أن تديم نعمة النصر والتمكين والتأييد لشعبنا السوري. اللهم يا ربي مكن لهم في بلادهم، أنت وعدتنا ووعدك حق. اللهم مكن لهم ولين القلوب لهم ولين الحديد لهم وسهل لهم الأمور. اللهم طوي لهم الأرض، اللهم اكشف لهم الأسرار، اللهم اشرح صدورهم ووسع مداركهم وصوب رأيهم وسدد رميهم. اللهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانتقم من عدوهم. اللهم ادفع عنهم، اللهم دافع عنهم، اللهم ادفع عنهم الشر ودافع عنهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك. اللهم ألهمهم الصواب، اللهم ألهمهم الصواب. اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم. اللهم اكفهم شر شرارهم. اللهم صد عنهم الشر، اللهم صد عنهم الشر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنزل عليهم بركات من عندك، عوضهم بما فقدوه، عوضهم بما أصابهم من بلاء، عوضهم خيرا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وعاف مبتلاهم
وداوي جرحاهم وأطعم جائحهم واكس عاريهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. اللهم كفانا ذل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من معصيتك. اللهم قنا وقهم السيئات. اللهم قي الشعب السوري السيئات. اللهم قي الشعب السوري وجميع المسلمين السيئات، إنك من تقي السيئات فقد رحمته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام حبب إلينا وإلى الشعب السوري والشعب الفلسطيني الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وألهمنا الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كما أسعدتنا وكما فرحت قلوبنا يا رب العالمين بنصر إخواننا في سوريا، اللهم إنا نسألك يا الله أن تنصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الصهاينة. اللهم إنا نعوذ بك من شر ضرباتهم في سوريا. اللهم إنا نعوذ بك من كيدهم. اللهم إنا نعوذ بك من كيدهم. اللهم إنا نعوذ بك من كيدهم ونجعلك في نحورهم. اللهم صد عدوانهم عن فلسطين وعن سوريا وعن كل مكان. اللهم أعنا عليهم يا قوي يا متين يا عزيز يا حكيم يا عزيز يا حكيم يا عزيز يا حكيم. انصرنا على الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الصهاينة الغاصبين ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم استأصل شأفتهم وأبد خضراءهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم فكما استجبت دعاء نبينا الكريم في بدر وكما استجبت دعاء الصحابة في بدر وفي جميع المعارك فاستجب دعاءنا يا رب العالمين، وأدم علينا وعلى الشعب السوري نعمة الأمن والاستقرار. اللهم اهدي حكام المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك. اللهم اهدي حكام المسلمين للتوبة وللعودة إلى دينك وإلى كتابك. اللهم يا ربي اهدهم إلى التوبة يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم إنك وعدت وقلت لنهلكن الظالمين. اللهم اهلكهم. اللهم احصهم عددا. اللهم انتقم منهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مكن المسلمين من رقابهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن على إريتريا الأمن والسلام والاستقرار لجميع الطوائف الإريترية يا رب العالمين. اللهم هيئ لإريتريا الحكم بالعدل. الحكم بالعدل. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في إريتريا خاصة وفي جميع أنحاء المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.